كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن مغربي مقيم بكندا يدعى هشام جيراندو، يقدم نفسه على أنه رجل أعمال وصاحب شركات متعددة النشاطات، ينشر عددا من الفيديوهات بمنصات التواصل الاجتماعي ينتقد فيها المعني بالأمر المغرب ومؤسساته. يدعي جيراندو أيضا أن إحدى شركاته المتخصصة في الألبسة الجاهزة تعتبر الراعي الرسمي لخط أزياء الحكومة والإعلاميين الكنديين. قضى المدعو جيراندو طفولته بمدينة رباط الخير ضواحي إقليم صفرو، وشكلت هذه المرحلة دورا كبيرا في تكوين شخصيته المضطربة، حيث تربى داخل بيت به أب مهمل وأم اضطرت للعمل كطباخة لإعالة أطفالها. اختار متابعة دراسته بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس شعبة الأدب الإنجليزي، وفشل في الحصول على شهادة الإجازة منها، وهنا سيقرر مغادرة مقاعد الدراسة ليلج سوق الشغل من بوابة النصب والاحتيال، وتدرج في مهن بسيطة إلى أن سافر إلى الديار الليبية، حيث سيعمل مع شبكات متخصصة في الاتجار بالبشر والهجرة السرية، تقوم بشراء جوازات سفر وتقوم بتزوير هوية أصحابها لفائدة المهاجرين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء. ولم يتحصل من تجارته المشبوهة تلك على شيء يذكر على حد تعبيره، وهو ما اضطره إلى العودة إلى المغرب ليشتغل كبائع للأحذية التقليدية، ثم وكيل مبيعات بأحد الشركات العقارية بمدينة الدار البيضاء، وعرض العشرات للنصب في مبالغ مالية كبيرة. ولأن خروقاته انتشرت في كافة ربوع المملكة، لم يجد العدمي هشام جيراندو من مخرج غير الهروب صوب كندا، تاركا وراءه سجلا حافلا بالنصب والاحتيال على المغاربة، واليوم يطل عليهم من منفاه الاختياري كمعارض مزعوم روج حول نفسه وهم التفوق الذي قاده للتحول بقدرة قادر إلى معارض سياسي ينظر ويفتي في الشؤون الداخلية للمغرب الذي يبعد عنه بآلاف الأميال.